قناة قراءات تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. حيا الله هذه الوجوه الطيبة. يعلم الله أني فرح جدا بالجلوس مثل مع هذه الوجوه الطيبة النيرة، وإحنا ما اجتمعنا حقيقة على شيء إلا على حب الله سبحانه وتعالى وعلى حب كتابه. ومثل هذه اللقاءات صراحة تزيد المتحدث أولا ثم المستمع، وعلى ما يقولوا هي النصيحة تصيب مثل العطر، تصيب صاحبها أولا ثم تصيب الآخرين. فنستذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى ما يقولوا أنه ليس المتحدث هو أعلم الناس، لا والله، إنما هي التذكرة. والهدهد تكلم في حضرة سليمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا له وأن يخلص قلوبنا له. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ديننا سبحان الله دين عجيب، ترى دين يضبطك داخليا وخارجيا. ما هي قضية أشكال بقدر ما هي قضية شيء ينبع من الداخل. وهذا كله أصلا يتأتى بالهدى الذي أتى به القرآن. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن. ترى ما هي قضية قراءة، إنما القراءة هي وسيلة للغاية. الغاية ما هي يا شباب؟ التدبر والعمل. التدبر الذي يقود للعمل. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك. لما يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب، هذه القضية إذا احنا تعاملنا فيها مع القرآن حتتغير كثير علاقتنا مع القرآن. مهم جدا شباب، لازم نفهم قضيتنا مع القرآن ما هي قضية نفتح القرآن نقرأ ناخذ. نعم صحيح، هذا فيه من بركة القرآن أنك تكسب حسنات ما تخطر على قلبك. تخيل معي الفاتحة كم حرف؟ فاتحة 120 حرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة ب10 أمثالها. احنا قلنا حتخرج من 120 حسنة، أضربها في 10 1200. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقول إلى 700 ضعف، فوق 84 ألف حسنة في سورة الفاتحة بس. ممكن تأخذها دحين أنت جالس كذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقرأها، أو الحمد لله رب، تأخذ الحسنات. لكن لما تستشعر أنت وتقرأ الفاتحة هذا الحديث القدسي العجيب. الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، يقول الله من فوق 7 سماوات: حمدني عبدي. بالله تخيل احنا لما صلينا صلاة الجماعة الآن، ترى الصلاة صلاة جماعة، لكن أنت منفرد بالله سبحانه وتعالى، لا أن تخلو، أنت في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. بمجرد دخولك للصلاة أنت الآن في عالم آخر مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وتخيل هذا الخطاب، تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ أنت الآن تربط بين الحسنات وبين القضية المهمة ليدبروا، فتعيش حياة أخرى مع القرآن. قضيتنا يا جماعة ما هي قضية والله ارتباط، ارتباط فقط على ما يقولوا ارتباط ارتباط قراءة من رمضان إلى رمضان. لا والله الذي لا إله إلا هو، هذا القرآن يغير. بس مشكلتنا إحنا علاقتنا مع القرآن، من جد والله علاقتنا مع القرآن. تخيل معاي الله سبحانه وتعالى في القصة التي حصلت بين أبونا آدم وإبليس عليه لعائن الله تترى. لابد نفهم القضية الأزلية هذه مهمة لعداوة الشيطان وكيف المخرج منها. والله تتخبط بدون قرآن، تعيش في ظلمات. الله سبحانه وتعالى عصى آدم ربه سبحانه وتعالى، صح، فغوى ثم تاب عليه وهدى واجتباه هذا.
الله سبحانه وتعالى قرر قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، القرآن، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا أخي تخيل الله يقول هذا الكلام، أنك تتبع القرآن لا يضل ولا يشقى. طيب من أعرض؟ ومن أعرض عن ذكري، الإعراض كثير ترى، إعراض قراءة، إعراض سماع، إعراض تدبر. تخيل أنك تجمع بينها كلها، مشكلة والله، تعيش في تخبطات. أنت لاحظ كذا، خذ نظرة الآن تخيلية وانظر حوالينك في العالم كيف يعيشون في تخبطات. والله أسر ويعني شباب فتيات، تخبطات. السبب واضح، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لاحظ معايا، ها، معيشة ضنكا، وإن ملك كل الماديات. فاهم معايا؟ وإن ملك كل الماديات. انت لاحظ معايا، أغنى الأغنياء ما عنده توجه إلى الله سبحانه وتعالى وأشياء يعتقد فيها يقينا بالقرب من الله سبحانه وتعالى في ضنك، وإن أظهر لك أنه أسعد أهل الأرض، هذه يقينا. والله حتى بعض السلف كان يمسك الخبز عند النهر، ها، ويفته كذا ويغمسه في النهر ويأكل. يقول والله نحن في سعادة، شوف السعادة، لو علم بها أهل الدنيا لجالدون عليها بالسيوف. هي هنا السعادة. هذا الفرق بين أهل الإيمان وأهل العصيان، هنا جوا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا. طيب يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. لا إله إلا الله. بدأ الحوار الآن. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. موضوع خطير جدا، العلاقة مع القرآن يا جماعة. عجيب والله، يعني احنا احيانا قلوبنا والله العظيم تكاد تجزم انها اصبحت اقسى من هذه الجبال والله، لأن القرآن احيانا يدخل على قلوب كافرة يغيرها عن بكرة أبيها. يا أخي آية، اسأل المسلمين الجدد كيف يستشعرون لذة القرآن، والله يبكون. ما هو فاهم شيء بس يبكي، هذا مو كلام بشر. هذا المشهد صوره الله سبحانه وتعالى نفر من الجن. تخيلوا معي يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على حبيبكم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كانت طبعا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مع القرآن، كلها مع القرآن، يرد على الناس بالقرآن، يدعو الناس بالقرآن. ففي يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ القرآن. صور الله هذا المشهد في سورة الأحقاف. قال الله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قالوا في التفاسير أنهم كانوا على النصرانية. تخيلوا مشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ونفر من الجن على دين النصرانية يستمعون. هذا كلام مو بشر. في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا فلما حضروه اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنصتوا، تواصوا، أنصت. الجن يتواصون فيما بينهم، أنصت، وبدأوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، أحلى الكلام يخرج من أحلى في محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قضي، أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من التلاوة. يا جماعة نصرانيين سمعوا آيات بسيطة، ولاحظوا قارن نفسك بين هؤلاء الجن الذين كانوا على دين النصارى وبينك أنت أيها المسلم الذي تربيت ونشأت على الإسلام وسمعت القرآن كثيرا. هذول كانوا على دين النصرانية وسمعوا آيات بسيطة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولوا إلى قومهم منذرين. ما قال الله مسلمين، قلبوا إلى دعاء
بآيات بسيطة، عادوا رجعوا إلى قومهم. طبعا تغيرت منطلقاتهم، تغيرت أفكارهم، خافوا على قومهم. قالوا يا قومنا، اسمعوا الآن ترى في خبر مهم جدا. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. ماذا يفعل هذا الكتاب؟ شفت لمسوها هم بقلوبهم. يهدي إلى الحق. آيات بسيطة، شوف كيف خلت يعني حتى كلامهم يتكلمون بأشياء عجيبة عن القرآن، ما سمعوا القرآن كله. قالوا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. تغيروا. طيب سؤالي الآن لي ولك أنت، كم سمعنا القرآن؟ كم انطلقنا مع القرآن؟ كم تدبرنا القرآن وغيرنا؟ ما نبغى نقول غيرنا الأمة، غيرنا بيوتنا، غيرنا أنفسنا يا أخي، أنفسنا. والله القرآن يغير يا جماعة. في صلاة العشاء قرأنا إيش؟ لو أنزلنا هذا القرآن إيش؟ جبل. تأمل كذا الجبل، هذا القرآن اللي أنت دحين يعني تروح له يوم وتتركه يوم، ويعني مخليه شيء ثانوي في حياتك. هذا القرآن يقول الله سبحانه وتعالى عنه: لو أنزلنا هذا القرآن، أنزلناه على ماذا؟ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون ويتدبرون حتى يعودوا للقرآن. يا جماعة خلونا كذا نكون، لا نروح للجن ولا نروح للجمادات، ولا خلونا في قلوب الكفار. كافر لا دين له، يعني ليس بعد الكفر ذنب. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا معي المشهد، الوليد بن المغيرة 90 سنة، رجل له كلمته على قومه، من أشعر العرب. الوليد بن المغيرة كان يفهم الشعر، وكان يقيم الشعر، يعني يجيب له شعر شيخ يقول لك والله الشعر هذا ممتاز، رديء، دنيء، يجي منه على ما نقول. فأبو جهل كان يدبر المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يريد أن يثبت للناس أن هذا القرآن كلام بشر. تسألوه أبو جهل، قالوا له: تؤمن يعني هل تستنكر أن محمد على حق؟ قال: والله إنه على حق، لكن كبر هنا جوا داخل في قضية القلب. فجاءته فكرة أنه يكلم الوليد بن المغيرة ويقول له: قل لنا في ما يقول محمد قولا، لأن العرب تسمع لك. اجتمعوا مجموعة وذهبوا معهم يقودهم أبو جهل إلى الوليد بن المغيرة: يا أيها الوليد اسمع، قل لنا فيما يقول محمدا قولا. نظر إليهم الوليد، قرر أنه ينصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، هيسمع الموقف العجيب. ذهب الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. بدأ الوليد بالمفاوضات: اسمع يا محمد، إذا أردت المال أعطيناك. شوف يعني المفاوضات الآن، إحنا لو في زماننا هذا مبادئ تتغير، قيم تتغير من أجل المال حقيقة. لذلك الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك. ثبات من مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله. فالشاهد من الكلام: إن أردت المال أعطيناك، وإن أردت السؤدد أعطيناك السؤدد. جبنا لك رجال وأمرناك عليهم، تصير أنت أمير لمجموعة من الرجال ومن خيرة الرجال كمان. وإن أردت النساء النساء زوجناك أجمل النساء، اختار بس. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم
ما في كلام مفاوضات وأخذ وعطاء، والله المسألة فيها قولين، فيها اختلاف بين العلماء، فيها ما في. محمد صلى الله عليه وسلم منهجه القرآن. قال أفرغت؟ انتهيت. وهذا من آداب الشيخ علي، يمكن عمنا علي يعرف قضية أنك يعني في الحوار اجعل الذي يتحدث معك ينتهي من حديثه، وهذا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. خلاه لما ينتهي طلع اللي عنده، طلع يا أبوي، صاحب الحق مو ضعيف. انتهى. قال أفرغت؟ قال نعم. قال هيا اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه آيات من سورة فصلت. ما أجمل أجوبة القرآن، ما يحتاج والله يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. بالله يا جماعة، كلنا مر بهذه اللحظة. أحيانا لما نستمع للقرآن في الإذاعة تجد السيارة عندك خشوع كذا، ما تدري، سكوت ساكت، تستمع تدبر للقرآن، سطوة على الجمادات، على القلوب، والله جالس كذا ما تدري، والله لا من صوت القارئ ولا من الكلام الذي يقال، سامع يستمع. والله أنا حقيقة أنا جربتها في المدرسة عندي، في يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني سمعت وحبيت إني أجرب هذا الشيء على الطلاب. عندنا طلاب في المدرسة المتوسطة أهلية، يعني رجونا عند الصلاة تشوفهم يتفلتوا، في مدرسين إن شاء الله يتفلتوا كذا، ونحاول نسكتهم كذا. جاني مدرس الله يذكره بالخير قال لي امسك اقرأ مع الميكروفون. جلس، والله الذي لا إله إلا هو جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أقرأ والله الذي لا إله إلا هو. الإزعاج هذا كله راح. بدأوا الشباب نفسهم، الطلاب، المعلمين نفسهم، المدرسين اجتمعوا جلسوا، الطلاب راحوا توضوا جلسوا وجالسين كذا، والله الذي لا إله إلا هو. أنا من شدة الموقف لا أقول يعني، والله من الكلام الذي يقرأ، والله من الكلام الذي يقرأ، والله يا جماعة الخير أنه أنا من شدة ستكمل أقرأ وقفت. أستاذ كمل. للقرآن سطوة، شاء من شاء أبى من أبى. الآن هذه السطوة دخلت في قلب الوليد بن المغيرة، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حاميم. شوف الموقف، وهو يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى آية عظيمة، قال أن الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا، أي أعرضوا عن هذا القرآن، أعرضوا عن هذا القرآن، فقل لهم يا محمد، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الرجل هذه الآية هزته على طول. شوف لاحظ، قلب كافر 90 سنة، مسك يده شاله وحطه على في النبي صلى الله عليه وسلم على فمه، قال ناشدتك الله والرحم لا تكمل. وقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع خلاص، انتهت القضية، المفاوضات هذه انتهت بالقرآن. عاد أبو جهل جالس مع المجموعة وينظر الوليد بن المغيرة جاي. طبعا لما قام من عندهم راح يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العزيمة وفيه الغضب، جاي منكسر، أدبه القرآن. قال أبو جهل يقول لأصحابه لقد أتاكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. متغير الرجال علينا، أظنه صبي، يعني غير دينه. جلس الوليد، ما أبو جهل الآن مستغرب، الوجه تغير. قال ما الذي حصل لك؟ قال كلمات إلى الآن تسطر. هذا رجل كافر شاعر يعلم الكهانة، يقول أما إني والله أعلمكم بالشعر وما هو بشاعر. أما إني والله أعلم الكهانة وما هو بكاهن. والله إنه بدأ يصف القرآن أوصاف عجيبة.
أوصاف عجيبة جدا. ثم أبو جهل غضب، قال حنا يعني نبغاك تروح وتقول لنا كلام وتجي أنت الكبير حقنا تقول الكلام هذا في القرآن؟ فقال قل لنا فيه قولا. الوليد المغيرة ما زال الكفر يتطبع، وهذا لابد نفهمه، أن القرآن يدخل إلى القلوب ويكسر الأصنام التي بداخلها، لكن مو شرط هذا يؤمن. قد يكون هذا الرجل فيه كبر صده. إذا إحنا نستمع القرآن أحيانا ما يدخل إلى قلوبنا. نحن في الآية ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إحنا أقسى، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فما زال الكبر في قلب الوليد المغيرة، فقام وبدأ يتجول في المكان كذا. الله وصف هذا المنظر في سورة، في آيات كلنا يحفظها. قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر. الآن يفكر في إطلاق الأوصاف على القرآن. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. شوف لاحظ، الله يصف حالته، ثم أدبر واستكبر، استكبر عن الحق. فقال إن هذا، يقصد ماذا؟ القرآن. إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. من فوق 7 سماوات. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. شوف كيف الوصف العجيب القرآني لهذا المشهد. يا جماعة لابد أن نفهم هذه القضية. ما هي قضية والله أنه واحد نفتح القرآن لابد القرآن يلامس حياتنا. أنا أذكر حتى نجيب قصص من القديم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونستشهد بقصص حالية الآن، حتى لا أي واحد يقول القرآن هذا مثلا لأصحاب اللحى المشايخ أئمة. والله لا، والله حتى للصغار حتى للكبار. هي القضية قضية قلوب متعلقة مع القرآن. يفتح القرآن يريد ما عند الله. أنا هناك شاب والله من الكويت، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يبارك فيه حقيقة. والله وأنا أقرأ الرسالة حقه أقول يا ريتني أوصل للي يوصل له هذا. والله نبصرني في شيء تمنيت أن أصل له يوم من الأيام، لكن حقيقة رسالة لابد نوصلها، إن القرآن هذا للجميع ليس لأحد. هذا الشاب مع الشباب يجلس يروح التحفيظ. 17 سنة يا جماعة، ما يتجاوزها 17 ما يتجاوز 17. يجلس مع الشباب، يجي مع الشباب وكذا في الكويت وكذا. طلعت الشباب، طلع مع أهله، سافر إلى الخارج. وتعرفوا الفتن هناك، لا تعرف صغيرا ولا كبيرا، تعرف المال. الماديين ما يعرفون شيء، تعرف المال. فوقع في معصية. يقول انقبضت نفسي وقلبي انقبض، خلاص ما أعرف إيش أسوي. يقول والله بعدها استمعت إلى دعاء مشايخنا ودعاتنا جزاهم الله خير. يقول ما ارتحت، حاس نفسي منافق، بالعربي كذا منافق. أسوي في الكويت أنا جالس مع الشباب ومبسوط وكذا، والآن هنا أسوي حاجات بيني ما ينفع. يقول رحت لمين؟ للقرآن. يا جماعة لاحظوا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من مين؟ من ربكم، من الله. ترى ما هي من الشيخ الفلاني ولا من الداعي الفلاني ولا. هذا الولد تمام، الشاب هذا فتح القرآن. يقول فتحت القرآن مريت على هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول في قرارة نفسي أنا المتقين يقينا لست أنا منافق. يقول خلينا أكمل الآيات. ما صفاتهم يا رب؟
الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه عرفناها. في حال العسر ينفقون، هم أصلا محتاجين ينفقون. وفي السر والعلانية. والكاظمين الغيظ، يعني لما حصل سباب شيء يكظم غيظهم لله. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بس انتهت الصفات؟ لا. والذين إذا فعلوا فاحشة. تخيل معاي الموقف، ما أقدر أتكلم حقيقة. يقول الواد والله هذه الآية كأنها لي أنا. متقين سراء ضراء كاظمين الغيظ فاعل حسنات حسنات حسنات. بعدين والذين إذا فعلوا فاحشة، ما قال ذنب كبيرة. أي رحمة هذه. طيب كمل الآيات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. شوف سمى الله المعصية ظلم للنفس. عندهم شرط بسيط كذا ما يستغنوا عنه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الفرق بينهم وبين أهل المعاصي الثانيين. أهل المعاصي عنده الذنب عادي، بعضهم يحلل الذنب، لكن هذا يفعل المعصية ليست يعني استخفافا بجلال الله، لا، غلبته نفسه، الشيطان والهوى وشياطين الإنس والجن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم يقول الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما تدري، أنت ما تشعر بهذا الشيء إلا عندما يعني تستشعر هذا الموقف. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جزاؤهم يا رب أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. والله يقول هو نفس الشاب هذا 17 سنة يقول خلاص، اسمع الكلمة اللي قالها، يقول أنا ما أحتاج إلى وعاظ، ما أحتاج إلى مشايخ، ما أحتاج في قضية معالجة النفس وقضية الذنوب وهذا، ما أحتاج، أرجع للقرآن. هذا اللي نبغى نوصل له، هذا اللي نبغى نوصل له. الصحابة رضي الله عنهم بعد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يمسكوا بعض، أيكم زادته هذه إيمانا؟ يا أخي الآية هذه هزتني والله، هذه الآية غيرتني والله. حتى أن أحد العبادلة يقول عاتبنا الله سبحانه وتعالى 4 سنوات، بعد 4 سنوات من الإسلام عاتبنا الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا. الصحابة يا جماعة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. إيش صار لهم؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في فوق هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش إخوة متحابين في الله ويجعلنا من أهل القرآن. قولوا آمين. جزاكم الله خير حبايبنا، الله يسعدكم. تابعونا على صفحاتنا التالية: